السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى النهاردة الظهر كده الدكتور أو الأستاذ محمود بكري، أخو أو شقيق الكاتب المشهور والإعلام المشهور مصطفى بكري. ومحمود بكري كان بيعاني من المرض اللي قعد يتعالج في مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوم، وآخر يومين نقلوه لمستشفى المعادي العسكري لما الحالة بتاعته اتدهورت. وكان بيعاني من التهاب حاد، التهاب رئوي حاد وخلل في جهاز المناعة. فقعد يتعالج 70 يوم وتوفي النهاردة إلى رحمة الله. ندعو له بالرحمة. وهو طبعا كان عضو مجلس الشيوخ عن دائرة حلوان، وكان نشيط، وهو طبعا كاتب صحفي كبير زي أخوه برضو مصطفى بكري. وكان ليه نشاط، وكان طبعا عضو فعال في مجلس الشيوخ. وكان اختير سنة 2015 لرئيس مجلس إدارة موقع وجريدة الأسبوع سنة 2015. رحم الله محمود بكري. وبندعو لأهله وأخوه مصطفى بكري بالصبر والسلوان، وربنا يتقبله في جناته على قدر ما فعل من خير. وهو طبعا من محافظة قنا، وهيدفن دفن النهارده فعلا في بلده اللي اسمها المعنى في قنا. وكان طبعا في العزاء هيقعد 3 أيام في قنا، وبعد كده هيبقى في عزاء برضه في القاهرة. ندعو له بالرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله.